هذه المرثية من كلمة الشاعر أبو عبد الله محمد يحيى علي أحمد العاطفي بعد وفاة الحج أحمد محسن اللمذي رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، من أداء الشاعر أبو علي الشامي. يقول محمد ولدي يحيى علي أحمد حنجاني العلم راسه يكن به ضربه، قالوا لي الحج جهوز عدته والشوت وفارق أهله مع ولاده لقي ربه، فقلت موته خساره مثل ذا يفقد، هو المؤذن وصوته كل أحد حبه. الحمد لله ربه ما شريكه حاوت، الحمد لله ربه ما شريكه حاوت، وأشكره عد ما طافوا على الكعبة، سبحانه الله وعده ما اختلف لو عود، وكل إنسان راح لا وصل سربه. يقول محمد ولدي يحيى علي أحمد حنجاني العلم راسه يكن به ضربه، قالوا لي الحج جهوز عدته والشوت وفارق أهله مع ولاده لقي ربه، قلت موته خساره مثل ذا يفتقد، هو المؤذن وصوته كل أحد حبه، وكان مؤمن مصلي مسجده يشهد، وكل من يعرفه يرتاح لقلبه، ما مثل أبو محسن المؤمن تقي وجاد، المنطقة مالي حاد منها القربة، يوم موته على العزل ظلام سواد، ومن علم به نسي وكله مع شربه، يوم الجنازه وقع موكب وله مشهد، استغربوا كلهم كيف الخبر وشبه، هذه حقيقه وانا بالله حلف يمين وزواد، من حبها الله زاده الناس في حبه، وجدنا كلنا ونفتخر به جواد، احنا نحبه امانه صدق من ضيبه، اعز يا اولاد ابو محسن على ما قود، حصل لهم بعد موته من حياه صعبه، الله يرحم عظامه حيث متوسد، وربنا يرحمه والله وارحم به، ويدخله جنة الفردوس يتخلد، بقرب طه محمد يدخله جنبه، الختم صليت ما روعد القني فرعد، صلوا على المصطفى يا طالب قربه، الختم صليت ما